الا بغينا نحفروا واحد النفق اللي كيدوز في وسط الجبال، ممكن نستعملوا واحد التقنيه ديال الحفر بالتفجير. كنبداو بانجاز ثقوب في الصخر على حساب واحد الرسم مدروس، واحد البلان، وعلى حسب صلابه الكتله الصخريه، ومن بعد كيتعمروا هذوك الثقوب بالمتفجرات، وكنطلقوا التفجير المتحكم فيه عن بعد. من بعد الصخر كيتكسر وكيتم الاخراج ديالو بشويه بشويه. هاد التقنيه مزيانه بزاف في الصخور القاصحه، فين الالات ديال الحفر العادي كيهبط المردود ديالها وكتخدم مزيان في الجيولوجي المعقده ولا الغير مستقره. ولكن خاصنا نديرو الاحتياط، كل تفجير محسوب بالمليمتر وكل شيء محسوب باش نحافظوا على داك البلافون على القابو، ونقصوا في الاهتزازات ما امكن. من بعد كنديروا الدعامات، واحد التدعيم مؤقت بالبيتون بروجتي ولا بالسانتر ولا بلونكراج. هذه التقنيه خاصها واحد اليد عامله متمرسه، لانه ممكن تكون خطيره. واش عمركم خدمتوا بها؟